بس سما بتصدمه لما بتقوله إنها جاية علشان تخليه يمضي الاستقالة. فمالك بيستغرب وبيقول لها يعني خلاص مفيش فايدة فيكي بعد كل ده برضه هتستقيلي؟ فبتقول له أيوة ده قراري ومش هتراجع عنه. فمالك بيحس إن في حد جابر سما على كده. وبعد شوية مالك بيروح وبيتأسف لرامي. فرامي بيقول له انت لازم تعتذر لناس كتيرة جدا انت جرحتهم، وكمان داني وسيرين متخانقين مع بعض الفترة دي ولازم تحل الموضوع. وسما بنشوفها بتلم حاجاتها وبتفضل تتمشى وبتبقى لابسة شوز طويل وبتتدرب علشان طبعا هتمشي قدام مالك في الحفلة. ومالك بيفضل يحاول مع سما علشان تتراجع عن استقالتها، بس سما بترفض وبتصمم. فمالك بيتضايق جدا وبتسيبه وبتمشي وبيشوفها رامي وبيبقى عايز يوصلها فبيوصلها. وزيد بيبقى قاعد وعمال يحسب هو معاه كام من المصاري علشان يشتري القهوة ويبقى ليه شغل مستقل لوحده. وطبعا عبده بيبقى عارض القهوة للبيع. رامي بيوصل سما البيت فبتحزم عليه يدخل ويشرب فنجان قهوة فبيوافق. وأول لما سما بتدخل البيت جدتها بتهزقها علشان اتأخرت. فسما بتقول لها جدتي بعدين نتكلم في الموضوع ده، أنا دلوقتي معايا ضيف. وبتعرفهم على بعض وبتقول لها إن رامي مديرها في الشغل. وجدة سما بيعجبها رامي جدا وبتبقى عايزة تتصور مع سيلفي، وبتبقى فاكرة إن سما عملت ورق العنب لرامي وبتقول لرامي إيه رأيك في ورق العنب اللي كانت عاملهولك سما؟ دي عملتهولك مخصوص وسهرت طول الليل عشان تعملهولك، دي كمان شاطرة جدا في الطبيخ. فرامي بيبقى مكسوف جدا هو وسما وبيبقى عارف طبعا إنها عملته لمالك مش ليه. وبتخلص حلقتنا. ازيكم مع الحلقة 21 من مسلسلنا التحفة رحلة حب. بتبدأ حلقتنا ورامي بيروح لسما وبيقول لها عايزة اتكلم معاكي في موضوع مهم. فمالك بيقوله في حاجة؟ فبيقوله لا أنا عايزها بس في موضوع. فسما بتروح تتكلم معاه. وسيرين بتقول لمالك إن سما بقت الكل في الكل ودي مجرد سكرتيرة. فمالك بيتضايق وبيقول لها خلي بالك من كلامك وبيسيبها وبيمشي. ورامي بيقول لسما أنا عرفت كل حاجة وعرفت اتفاقك مع فريدة وإنك عايزة تخلي مالك يحبك ويتجوزك، بس في يوم الزفاف هتسيبيه وتمشي. انتي عارفة انتي عملتي ايه في نفسك؟ فبتقوله ايوه انا عارفة انا عملت ايه في نفسي، بس ما كنتش متخيلة ان فريدة مصممة كده على الموضوع. فرامي بيقول لها في حاجة بينك وبين مالك بتحبيه؟ فبتسكت شوية وبتقوله لأ. وفريدة بتتصل على سما وبتقول لها عايزة أقابلك ضروري. وزيد بيروح يوصل لين فبيتكلم معاها بطريقة غريبة. فبتقوله روح يلا علشان ما تتأخرش على شغلك. فبيقول لها شغل ايه؟ مش هيكون زي شغلك، انتي حاجة وانا حاجة تانية، انا يا دوب جرسون في قهوة. فبتقوله ايه الطريقة اللي انت بتتكلم بيها دي مالك؟ فبيقول لها مفيش حاجة. وبيفضل يفكر في كلام جدته إن ممكن أهل لين يرفضوا، وبيقول لنفسه أنا لازم يكون عندي محل كبير لوحدي خاص بيا. سما بتروح لفريدة وبتكون في الكوافير فبتقول لها أنا مبسوطة جدا علشان قدرتي تعلقي مالك بيكي وعرفت بموضوع الاستقالة، أكيد طبعا مالك هو اللي طلب منك كده. دلوقتي نتجه للخطوة التانية، احنا لازم نخلي مالك يتعلق بيكي أكتر وتقولي له كلام حلو كتير وإنك مش هتقدر تستغني عنه ولازم يتقدم لك. فسما بتصدمها وبتقول لها إن مفيش أي علاقة بينها وبين مالك، لأ مالك مش طايقها وبيعاملها معاملة وحشة جدا علشان كده قدمت استقالتها. ففريدة بتتصدم ورامي بيبقى متعصب وبيتخانق مع مالك قدام الناس وبيقوله انت فاكر نفسك مين وفاكر نفسك ايه؟ انت يعني من طينة واحنا من طينة تانية؟ انت مش احسن من حد. فمالك بيقوله مالك في ايه وبياخده على جنب. فرامي بيقوله ليه بتعامل سما بتكبر وبطريقة غريبة ووحشة. وبنشوف فريدة بتقول لسما خلاص احنا نشوف خطة تانية بديلة، يعني لازم الموضوع ده يتم. وبتبقى متضايقة. ودانيال بيروح لفريدة وبيقول لها أنا عملت مصيبة، صورت سما وهي لابسة موديلات الشوزات ومالك دلوقتي مصمم يشوف مين هي العارضة وأنا مش عارف أعمل إيه، لو عرف ممكن يطردني من الشركة. ففريدة بتفرح جدا وبيجيلها خطة جديدة في راسها.
وبتتصل على سما وبتقول لها استقيلي من الشركة وأنا هدخلك الشركة مرة تانية بس بطريقة مختلفة. وعبده بينزل من العربية وبيسيب سيرين لوحدها في العربية وبيقول لها أنا رايح أتكلم مع واحد صديقي ثواني، وبيسيبها وبيمشي. فسيرين بتبقى متضايقة جدا وطبعا مش متعودة حد يعمل معاها كده. ولما بيرجع بتقوله انت ازاي تسيبني وتمشي؟ فبيقول لها مفيش حاجة ست سيرين، دي بس 5 دقايق. وبيعاملها ببرود، وطبعا بطريقة عبده وبمعاملة عبده لسيرين هتحبه وتتعلق بيه. سما بتقول كل اللي حصل معاها للين، وإن فريدة هتغير الخطة وممكن تطلب منها المصاري. وبتقول لها مش عارفة وقتها أنا ممكن أبيع كليتي ولا أعمل إيه علشان أرجع مصاريها، بس أنا مش عايزة أستقيل. مالك أديله كام يوم كويس جدا معايا وبيعاملني كويس. فريم بتقول لها بعد كل المصايب دي وصعبان عليكي مالك؟ انت مش شايفة نفسك وصلت لإيه؟ وطبعا مش عارفة ازاي هترجعي المصاري بتاعتها. وبنشوف فريدة بتقول لسلطان إنها تعمل حفلة كبيرة وهتكون فيها العارضة الجديدة، وطبعا قصدها على سما، وهتبقى لابسة زي السندريلا والكل هيشوفها، ومالك أكيد وقتها هيعجب بيها ويتصدم. وفريدة بتبقى متحمسة جدا لموضوع الحفلة دي. وبتخلص حلقتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل ليصلكم كل جديد.